كان أحمد يعمل لساعات طويلة في مكتبه، محاطا بأوراق العمل والكمبيوتر. عيناه متعبتان تنظران إلى رصيد حسابه البنكي الذي يزداد يوما بعد يوم، لكن قلبه كان يشعر بفراغ غريب، كأن شيئا ثمينا مفقود من حياته رغم كل هذه الأموال التي يجمعها. عاد أحمد إلى المنزل في وقت متأخر كالعادة، ليجد سارة جالسة في غرفة المعيشة تنتظره. كانت تحمل فنجان قهوة دافئ بيدها، وعيناها تحملان نظرة حزن خفية. لاحظ أحمد للمرة الأولى كيف بدت وحيدة رغم أنها كانت بجانبه طوال هذه السنوات. في صباح اليوم التالي قرر أحمد تغيير روتينه، ترك أوراق العمل واقترح على سارة نزهة في الحديقة. بينما كانا يمشيان تحت أشعة الشمس الدافئة، تحدثا لأول مرة منذ شهور عن أحلامهما القديمة، وضحكا كما كانا يفعلان في الأيام الأولى لزواجهما. جلس أحمد وسارة على أريكة المنزل في المساء، وقد أدرك أحمد الحقيقة التي طالما غابت عنه. نظر إلى عيني سارة وقال: لقد اكتشفت اليوم أن كل الأموال في العالم لا تساوي لحظة واحدة من السعادة معك. ابتسمت سارة ودموع الفراق تلمع في عينيها، فقد عاد إليها شريك حياتها الحقيقي.